الأهلي يستمر في نزيف النقاط وأمام سموحة الأهلي بلا أنياب بلا خطورة. دي مقدمة للكلام اللي هنطلع نقوله النهارده، وعايز أقول حاجة للمتابعين بتوعنا أو أي حد هيشوف الفيديو ده. إحنا آخر حاجة هنتكلم فيها النهارده الفنيات. هتقول لي ليه؟ هقول لك لسبب بسيط جدا. إن الانحدار اللي بيحصل في مستوى الأهلي من بداية دوري السوبر الأفريقي ومن بداية مباراة سيمبا سببه حاجة واحدة بس. سببه إن كل لعيب في الملعب بلا استثناء، اي لعيب في الاهلي دلوقتي بيعمل اللي في دماغه عادي جدا، وعارف ان مفيش حد هيحاسبه. ليه؟ لان كان في شخص انت بتمتلكه بيحاسب اي لعيب بيغلط في الملعب، اي لعيب بيحتفظ بالكره زياده عن اللزوم في الملعب. كولر بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي واللي انا شايفه ان كولر ما بيعاتبش اللعيبه على الاخطاء اللي هم بيعملوها في الملعب، ما بيعاتبش اللعيبه ان في لعيب بيخلي الكره في رجله يجي نص ساعه وزميله فاضي وهو مش بيديله الكوره. يعني وفي نقطة تانية عايزين نتكلم فيها، حسين الشحات مستواك اللي كان داخل على مستوى ميسي قبل العقد، ايه اللي جرالك؟ ولا انت بص، هي كلمة اتقالت واضح جدا ان هي صح، ان اللي مستوى حسين الشحات اللي كان قبل التجديد حاجة واللي بعد التجديد حاجة. بمعنى صح ان حسين الشحات كان هيطلع نار من بقه قبل ما يجدد العقد عشان ياخد عقد مرضي من النادي الاهلي. يعني ايه عقد مرضي؟ يعني انا دلوقتي نجم الفريق بتاعك، انا اللي بعمل لك كل حاجه في الملعب، ظبطني بقى بمعنى صح، اديني عقد محترم عشان ما اسيبكش وامشي وانا نجم الفريق بتاعك. بعد ما جددنا العقد المستوى انحدر تماما. حسين الشحات النهارده بيلعب وشه للشناوي. في ايه يا عم حسين؟ ايه القرف ده؟ لا النهارده حسين الشحات ما قدمش كوره، ده كان بيقدم قرف في الملعب. اللي حصل من حسين الشحات ومن كذا لعيب، ولكن احنا نبتدي الكلام بحسين الشحات لان من وجهه نظري الشخصيه اسوأ لعيب في الملعب النهارده كان حسين الشحات. كلهم كانوا وحشين، تمام؟ حتى التبديلات اللي انت نزلتها انا حسيت ان احمد عبد القادر لما نزل احنا بنلعب ناقصين يا جماعه. ايه يا عم؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ الله يرضى عليك، دي مش كوره اللي بتتلعب دي، اقسم بالله. ايه اللي احمد عبد القادر بيعمله ده؟ مفيش حد بيحاسب الناس دي على اللي بيعملوه ليه يا جماعه؟ مفيش حد بيحاسب الناس دي بيقول له لا اقف في عقوبه تنزل عليك. النهارده بعد المباراه في فيديو كان مصوره واحد من الاعلاميين اللي كانوا موجودين في الملعب، تمام، او الصحفيين. واحد من الجمهور كان بينادي على كولر، تمام، وهو ذكر اسم كولر كتير، فكولر بص له. طبعا الراجل كان بيهاجم كولر سواء على التبديلات او حتى توقيت التبديلات والمستوى اللي الاهلي وصل له. وفي لعيبه الجماهير نادت عليها بالاسم عشان طبعا تهاجمها، تمام، لان في لعيبه كتير كان مستواها سيء جدا النهارده. كابتن خالد بيبو عمل ايه؟ كل اللي عمله يلا يا اولاد يلا خشوا على الاوض، ما تسمعوش لحد، والكلام ده متصور صوت وصوره، الكلام ده متصور، تمام. الكابتن خالد يقول لهم يلا ما حدش ما ترميش ودنك لحد ويلا على الاوض وما اعرفش ايه والكلام ده. فهي لا، الفكره ان الجمهور ده بيجري وراك في كل حته وبيتحرق دمه، مش عشان انت تلعب بالرعونه دي، مش عشان تلعب بالدلع ده. اصلك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل من فريق كل الفرق بتعمل له ألف حساب لفريق مجهول الهوية، ما عندوش شكل في الملعب، ما عندوش شخصية في الملعب. استحواذ سلبي للأهلي بقاله أكتر من 6 مباريات، استحواذ سلبي ملوش 30 لازمة. النهاردة النادي الأهلي كل اللي كان بيعمله إن اللعيبة كلها عمالة تبص لبعض، محدش عايز يجيب جول، محدش عايز يجيب جول، كله بيفكر إن أنا أخلص من الكورة، إن أنا أباصي لزميلي. طب مين اللي هيسجل؟ الناس كان بيبقى قدامها الجون حرفيا هي والجون، والناس تروح مرجعه الكره لورا وتباصي، ثقه زياده عن اللزوم من محمد عبد المنعم كانت هتكلف الاهلي هدف، تمام. يعني يمكن بالنسبه لي كان اكتر لعيب مجتهد في الملعب النهارده كان امام عاشور. غير كده كلهم صفر، كلهم زي الزفت. ايه القرف اللي كان بيحصل ده؟ مفيش شكل، مفيش جمل. تخيل ان النادي الاهلي يتحصل على 17 ضربه ركنيه، النادي الاهلي ما يعرفش يستغل منهم ولا واحده. النادي الاهلي اللي في مباراة الوداد في النهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب انت مسجل هدف من ضربة ركنية. طب ايه اللي حصل؟ ده السؤال اللي الجماهير حقها تسأله لكولر. هل انت شطبت؟ هل انت خلصت كل الافكار اللي عندك؟ هل انت ما بقتش قادر على النجوم اللي معاك في الفريق؟ ما ده سؤال لازم احنا كجماهير نسأله للراجل ده. ايه اللي حصل من بداية مباراة اتحاد العاصمة لغاية دلوقتي بالمستوى السيء ده باللعيبه؟ انت المفروض عملت تدعيمات، لكن انت عملت تدعيمات على مزاجك وعلى مزاج الاداره.
والنتيجه ايه؟ النتيجه ان واحد معرفش ده عنده 40 سنه ولا جايبينه من انهي مصحه نفسيه ما بيلعبش. تمام، انا بلعب النهارده من غير مهاجم، يعني لولا كهربا انت اصلا مش هتعرف تسجل اهداف. انت لولا كهربا مش هتعرف تسجل اهداف اساسا. صلاح محسن اللي كان بيشاور لجمهور النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت وهش ومش هش، انت عملت ايه النهارده يا صلاح محسن؟ صلاح محسن كله تحركاته في الملعب غلط، مش عارف يهرب من الرقابه اللي كانت موجوده عليه. ودي الميزه اللي انا كنت بقول لك عليها عند كهربا، ان كهربا يقدر يهرب من اي رقابه موجوده عليه. تمام، لكن صلاح محسن النهارده كنت شايفه حاضن الثلاثه المدافعين بتوع سموحه، ومفيش اي تحرك، مفيش اي تحرك صح. فلا المستوى حرفيا، انت تخيل انت عندك كاس عالم كمان 15 يوم، انت عندك كاس عالم رايح تقابل فرق بحجم مانشستر سيتي، اتحاد جده، انت هتعمل ايه يا عم قدام الناس دي؟ سؤال، انت هتعمل ايه قدام الناس دي؟ اما المستوى قدام سموحه، فريق مع احترامي لسموحه فريق متواضع جدا، انت هتعمل ايه قدام اتحاد جده؟ هتعمل ايه قدام مانشستر سيتي؟ ده لو عديت اتحاد جده. لكن لا، في حاجات احنا لازم نقف عليها النهارده، ان الفرقه كلها صفر. تيجي تتكلم عن الفنيات، يعتبر النادي الاهلي ما قدمش اي فنيات في المباراه. هتقول لي ليه؟ هقول لك لسبب بسيط جدا. النادي الاهلي طريقه لعبه كانت محفوظه بشكل كبير جدا، لدرجه ان اخر 20 دقيقه في المباراه ان سموحه ولاعيبه سموحه حفظوا النادي الاهلي هيعمل ايه. يعني كانت الفكره بمعنى صح ان انت عندك جبهه اكرم توفيق وكريم فؤاد، الاثنين سلم واستلم وتحرك لجوه، لكن مفيش مهاجم يخلص. وفي نفس الوقت كريم فؤاد مش في الفورمه اللي تخليه يعدي زي مثلا بيرستاو. عشان كده انا كنت مفضل ان بيرستاو يلعب النهارده، ولكن بيرستاو ما كانش في القايمه. فالفكره ان انا كنت استغل الاسلوب او الاثنين دول بطريقه احسن من كده. بطريقه احسن يعني ايه؟ يعني الفكره ان انا بدل ما كنت اجيب مروان عطيه النهارده اللي ما كانش ليه دور من وجهه نظري. تمام، عندك عمرو السوليه انت مخليه بعيد قوي بقاله فتره. تمام، في نفس الوقت محمد زعلوك لعيب كويس جدا ومبشر جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده ما قدرش يستخدمه، او النهارده النادي الاهلي او كولر بالاخص نزله في مباراه متعقده. يعني ايه متعقده؟ يعني انت خلاص منزله في اخر تقريبا 10 دقائق من المباراه، احمد سامي عايز يلعب على التعادل. ليه؟ لسبب بسيط جدا، فرقه سموحه بقالها اكتر من 3 اسابيع ما بتلعبش. تمام، يعني معنى كده ان هم بدنيا مش جاهزين للنادي الاهلي. تمام، وهو مش عايز يغلط نفس الغلطه اللي كان بيغلطها في الماتشات الكبيره كلها، ومثلا زي مباراه الزمالك ان هو اندفع لقدام مهاجم فهلبس جول. ليه؟ لان الفرق الكبيره كلها عندها حلول هجوميه وعندها لعيبه على مستوى عالي. لكن انا بقول لك النهارده لو سموحه كان عندها لعيب او مهاجم سريع، كانت شكلت خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي. النهارده في اكتر من 4 كور راحوا على النادي الاهلي او على دفاعات النادي الاهلي، كلهم دفاعات النادي الاهلي اتعاملوا معاهم بشكل خاطئ. يعني لولا السذاجه اللي كانت عند حسام حسن او عند مهاجمين سموحه، كان النادي الاهلي استقبل هدف على الاقل. تمام، نقطه ثانيه اهم من كده بكتير، النادي الاهلي مسجل 12 هدف، هدف واحد منهم اللي كان من كره ثابته. فالفكره ان انا ما قدرتش استغل 17 ضربه ركنيه في مباراه واحده. ده ريكورد، خلي بالك ان انا عندي فريق تحصل على 17 ضربه ركنيه ما قدرش يستغل منهم ولا واحده. والمصيبه الاكتر من كده، تمام، اللي تخلي جمهور النادي الاهلي يقلق اكتر من كده بكتير، ان انت لو جيت بصيت على ال 17 كوره كلهم، يعتبر كلهم، مفيش غير كوره واحده اللي النادي الاهلي عرف يتعامل معاها وطلعت بره. تمام، باقي ال 16 يا في ايد محمد، يا اما في ايد هاني سليمان، يا اما مدافعين سموحه بيطلعوها. يعني انت ما عندكش شكل في الكور الثابته الموسم ده، ودي مشكله عند النادي الاهلي. تمام، الموسم اللي فات النادي الاهلي كان مميز جدا في الضربات الثابته، سواء ركنيات سواء حتى الكور المباشره او الغير مباشره، كان في جمل بتتنفس في الملعب. لكن النهارده في سرعه من اللعيبه، في كميه ميس باص مش طبيعي من اللعيبه، سواء من امام مروان، كل اللعيبه عندها ميس باص، كل اللعيبه النهارده عملت ميس باص بشكل سيء جدا. تمام، وكل ميس باص بيتعمل بيروح على النادي الاهلي بهجمه خطيره وهجمه مرتده. ليه؟ بسبب الاندفاع الكبير اللي انت عامله في الهجوم. تمام، فالفكره ان انت بتعاني من بعض الغيابات، زي بيرسي تاو، زي كهربا اللي هيعود بالمناسبه في مباراه الدوري القادمه، لان خلاص الرقابه بتاعته خلاص خلصت النهارده. تمام، عندك رضا سليم مصاب، ما بتلعبش طاهر او طاهر مصاب.
فالفكره ان انا كنت المفروض، او كولر كان المفروض يتعامل مع المباراه بشكل احسن من كده. ازاي؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا. لو جيت بصيت على الجول اللي كانوا عند النادي الاهلي كلهم النهارده، ما كنتش هتلاقي مهاجم غير محمد زعلوك واحمد عبد القادر. تمام. فالفكره ان انت بدات بالقوه الضربه بتاعتك كلها. ليه؟ عشان كولر كان عايز يعمل زي ما بيعمل في اي مباراه، ان هو يحاول ان هو ينهي المباراه بدري، ولكن ده ما حصلش. فكلفك ايه؟ ان انت ما كنتش لاقي حلول على الدكه. لاول مره من فتره كبيره جدا بالمناسبه النادي الاهلي ما يبقاش عنده حلول على الدكه. وهات لي اي لعيب كان موجود على الدكه بره كان ممكن ينزل ويصنع الفارق، ما كانش فيه. ليه؟ لان انت بدات بالقوه الهجوميه بتاعتك كلها. تمام. وفي نفس الوقت مشكله المهاجم اللي موجوده عند النادي الاهلي ده هتفضل مشكله ازليه. لان النادي الاهلي بيجي عندهم مهاجمين كويسين جدا وبيمشوا لاسباب غريبه جدا، زي وليد ازارو، زي ايفونا، زي جون انطوي، تمام، زي بادجي. يعني انت مشيت الناس دي كلها وماسك في صلاح محسن وماسك في مودست. ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. فرصه اخيره جايه للنادي الاهلي او اداره النادي الاهلي في يناير، ان انت تنظف الفرقه من لعيبه كتير قوي ما لهمش لازمه. طبعا على راسهم احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني. تمام. يعني دول ثلاث لعيبه من وجهه نظري لو قعدوا في النادي الاهلي 100 سنه مش هيعملوا حاجه. ليه؟ لان اللعيبه دي امكانياتها مش عاليه. تمام. فالفكره ان النادي الاهلي مستمر في نزيف النقاط بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش حد عارف يسيطر على اللعيبه دي، مفيش حد بيعاتب اللعيبه دي، كل واحد في الملعب بيعمل اللي على مزاجه. تمام. مفيش افكار من جديده من المدرب، الخصوم بتوعك حفظوك بمعنى اصح. كابتن احمد سامي النهارده كان نازل مذاكر النادي الاهلي بشكل مش طبيعي. يعني لو كابتن احمد سامي كان فكر ياخد الريسك في 5 دقايق بس كان ممكن يسجل سموحه هدف في النادي الاهلي عادي جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان النادي الاهلي كان اندفاعه مش طبيعي، وفي نفس الوقت ده في كوره رايح بيها المهاجم بتاع سموحه واكرم توفيق بس. في الناحيه الثانيه هتلاقي حسام حسن كان بيتحرك في ظهر مدافعين النادي الاهلي، مفيش حد فيهم فكر يرجع، ولا رامي ولا عبد المنعم ولا اي حد. فالفكره ان كان في مشاكل كتير قوي دفاعيه عند النادي الاهلي النهارده، وفي نفس الوقت ما كانش عندك اي حلول هجوميه، ما كانش عندك اللاعب اللي يخلص. بدات بقفشه، وانا كانت وجهه نظري انك مثلا كان ممكن تخلي قفشه على الدكه وتبدا بعمرو السوليه. تمام. ليه؟ عندي حل على الدكه، يبقى عندي حل، عندي لعيب اقدر استغله. لكن ما حصلش. ابدا بمحمد زعلوك، مفيش اي مشكله. ليه؟ يبقى عندك حل على الدكه. وفي نفس الوقت الولد يبقى نازل لسه ولد صغير في السن، انت ما تخلوش يشارك اساسا، فتنزله في المباراه بدري والمباراه مفتوحه وانت ضاغط. تمام. وفي نفس الوقت في سموحه عامله لك 1000 حساب وكلهم راجعين لورا، فالولد ممكن يعمل حاجه. لكن ما تنزلش الولد وخلاص فاضل 10 دقايق والماتش يخلص وسموحه مقفله، لان كابتن سي احمد سامي قال لك خلاص انا اضمن المباراه، اضمن النقطه اللي هاخدها من النادي الاهلي. فلا، في مشاكل كتيره جدا لازم اداره النادي الاهلي تقعد مع كولر تتكلم معاه. انت ايه اللي ناقصك؟ في لعيبه كتير لازم تمشي من الاهلي في يناير. اللعيبه دي لو كملت هتبقى كارثه على النادي الاهلي. لازم كابتن خالد بيبو يقعد مع اللعيبه يتكلم معاهم شويه، بلاش الطيبه الزياده عن اللزوم اللي بتحصل مع اللعيبه دي. لان الطيبه دي ما بتحصلش مع قطاع الناشئين، واللي بيحصل في قطاع الناشئين الناس كلها عارفاه. فلا، الفكره ان هي مش عشان احنا مشينا كابتن سيد عبد الحفيظ وشفنا كوارث بعدها بصراحه. ان الراجل ده كان ظابط النادي الاهلي، كان ظابط اللعيبه، كان عارف يسيطر على اي نجم يخش في الفريق. لكن كابتن خالد بيبو مش عارف يسيطر على النجوم اللي موجوده في الفرقه، كل واحد ماشي بدماغه. امام عاشور جاي يشوط من نص الملعب، حسين الشحات بيلعب اي كره وخلاص، قفشه بيلعب اي كره طويله وخلاص. النهارده مفيش باص صح طلع من رجل لعيب. كميه ميس باص مش طبيعيه طالعه من رجل لعيبه النادي الاهلي النهارده. فبالتالي اللي حصل طبيعي. ولو محدش اتكلم مع اللعيبه دي ومحدش اتكلم مع كولر المستوى هيفضل كده، بل بالعكس المستوى هينزل اكتر وهيبقى موسم كارثي على النادي الاهلي. بس ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.